هلو يا فنانين، ازيكم؟ وحشتوني جدا. احنا راجعين بقائمة فيديوهات كلها ان شاء الله يبقى فيها فايدة هايلة جدا ليكم. في كتير ناس عايزين ان هم يرسموا على رسم رقمي، بس مش عندهم تطبيقات متاحة او مش عارفين ازاي يستخدموا التطبيقات المتاحة عندهم بشكل مجاني، زي مثلا سكتش بوك، ابسي، التطبيقات دي كلها. النهاردة هنستخدم تطبيق سكتش بوك، هنتعرف على شوية حاجات، ودي الأدوات اللي أنا استخدمتها جوه التطبيق كلها موجودة في القائمة على الشمال هنا. التطبيق بسيط جدا، الفكرة كلها ان احنا محتاجين بس شوية نركز ان الرسم الرقمي هو الرسم اللي على الورق، هو اي حاجة، يعني هو الرسم على اي حاجة. ازاي اسراء ده مختلف عن ده؟ لا، انت لما بتمسك القلم وتبدأ ترسم على موبايل او تابلت نفس الاحساس بالظبط، وحاول ان انت تاخد نفس الخطوات اللي بتنتج فيها الشغل بتاعك على الورق، بحيث ان تسهل على نفسك كتير الرسم الرقمي ويكون اسهل وتوصل للنتيجة اللي انت مستنيها زي ما بتشتغل على الورق بالظبط. ايه والله، قدرت تلاقي طرق اسهل بعد كده ده زي الفل. ما لقيتش طرق اسهل واستخدمت طريقتك اللي بتستخدمها على الورق على التابلت او الموبايل او اي حاجة، خلاص اعتمدها وهي دي اللي تعامل بيها. طيب انا استخدمت هنا الاير بروش وعملت بيزك تون جراي فاتح خالص عشان اديها لون البشرة اللي هو هيكون جراي فاتح خالص، لاني انا اوريدي شغالة ابيض واسود. ودي بتكون البيزك تون اللي احنا متعودين نشتغل بيها في البنسل كولرز او بالرصاص، ان انا بعمل طبقة ارضية فاتحة من الرصاص مثلا او من الالوان الخشبية درجة فاتحة عشان ابدأ اشتغل عليها التظليل بتاعي وادمج عليها واشتغل براحتي. تاني حاجة هستخدم برضو الاير بروش، وهستخدم بقى درجات شوية من الجري، الدرجات الرماديات، عشان ابدأ اشتغل التفاصيل اللي موجودة جوانين العين. وزي ما انتم شايفين انا حتى الريفرنس اللي انا بشتغل منه قدامي عشان ابقى مركزة كويس قوي في التفاصيل بتاعته، اول باول ابقى شايفاه. وزي ما احنا شايفين في التظليل استخدمت برضو الاير بروش، بس استخدمت درجات شوية اغمق، وبحاول ان انا اشتغلها كلها زي ما انا شايفاها في الصورة وبعد كده اعمل لها بلاند. الدمج هيكون بأداة تانية، بس خلينا دلوقتي في الاير بروش. بحاول ان انا اقلل الاوباسيتي بتاعتي شوية، واتحكم في حجمها حسب المساحة اللي انا شغالة فيها، وحسب الخط اللي انا عايزاه يطلع حاد او يطلع سوفت قوي، فيسهل عليا الدمج بتاعه ويفرد معايا مساحة كويسة. وفي نفس الوقت الاوباسيتي بتاعتي عايزاها تقيلة، يعني تبقى اللون واضح قوي ولا خفيف. وده طبعا بيرجع لمكان الظل او المساحه اللي انا بشتغل فيها حسب الريفرنس اللي انا بشتغل منه. وانا طبعا زي ما قلت لكم عيني على الريفرنس، والريفرنس ده حطاه في لاير مختلفه. لو خدتوا بالكم على اليمين هنا هتلاقوا ان الريفرنس الصوره نفسها موجوده في طبقه مختلفه عن الطبقه اللي انا بشتغل عليها الرسم. طيب بمناسبة الرسم وأساسيات الرسم، ضروري نتكلم على كتاب الظل والنور. كتاب الظل والنور موجود PDF، وموجود مطبوع في القاهرة وفي جدة مطبوع، وأي بلد وأي مكان تاني موجود PDF. الكتاب فيه أساسيات التظليل، أساسيات الرسم من A to Z، من أول ما بنفهم في الأول خالص نظريات الظل والنور والتفاصيل بتاعتها، وإزاي أصلا عيني بتترجم كل الأحداث دي، لحد ما ابدا ان انا اشتغل على طرق التظليل، ان انتج بقى يعني لوحات باشكال مختلفه او بمجالات مختلفه جوه الرسم بنفس الطريقه.
عايزة اقول لكم كمان نصيحة مهمة جدا. النصيحة دي ان احنا بنبدأ نشتغل على الرسم الرقمي، احاول اخلي كل مرحلة في طبقة لوحدها. يعني ايه اسراء؟ يعني مرحلة مثلا البيزك تون، اللون الاساسي، اخليها في طبقة، التظليل الطبقة اللي بعدها في طبقة، السكتش اللي في الاول خالص في طبقة لوحده. كل مرحلة وكل الدمج، يعني الدمج طبعا بيكون على نفس الطبقة عادي. يعني مثلا أنا عملت ظللت الجفن ده، فمحتاجة ان انا اعمل له دمج، فهعمل له دمج على نفس الطبقة اللي انا اشتغلته عليها. لكن الخطوات او الستبس عشان انقل من خطوة لخطوة، ضروري في الاول ان انا اخليها على طبقات. ده هيساعدك كتير، او هيساعد كتير قوي قوي في اني اكون اتقنت ال اني ادي لكل طبقة حقها، وادي كل طبقة الخطوات بتاعتها بشكل مظبوط. مرة على مرة هتلاقوا ان الموضوع بقى ابسط كتير، وان انتوا تقدروا تشتغلوا كل التفاصيل على طبقة واحدة. بس مثلا يعني ممكن مثلا احنا دلوقتي بنرسم عيون، فممكن نرسم الحواجب في طبقة لوحدها، بحيث ان انا حسيت الحواجب اصغر شوية، محتاجة تتحرك من مكانها، حسام بالظبط قوي زي الريفرنس اللي انا بشتغل منه، خصوصا لو انا برسم حاجة واقعية. فاقدر ان انا اخد الطبقة دي واعمل لها احركها من مكانها، اصغرها، اكبرها، اظبط النسب بتاعتها بحيث ان هي تبقى اقرب حاجة للصورة، واقدر اشتغل عليها تاني لوحدها، ما يكونش ليها علاقة بالعيون نفسها. تمام كده؟ فدي ستيب برضو مهمة واحنا بنستورت ان احنا نرسم ديجيتال ارت، وخاصة في البورتري. وزي ما بنشتغل الحواجب في الرصاص او الفحم او البنسل كولرز، هنعمل نفس الستيب بالظبط موجودة في الديجيتال ارت. هنحاول زي ما قلنا ان احنا نشتغل بالطريقة الاساسية بتاعتها عشان ما نلخبطش نفسنا كتير. هستخدم القلم رصاص، انا هنا استخدمت حاجات كتير، واستخدمت الانك والاقلام اللي هي الحبر، او البروشس اللي بتديني افكت القلم الحبر. بس انا لقيت في الاخر القلم الرصاص هو احسن حاجة تديني النتيجة اللي انا محتاجاها للشعرات، لان هو في مقاسات منه كتير، فبدأت ان انا اشتغل براحتي ويديني النتيجة بتاعتي اللي انا محتاجاها. فهبدأ ارسم الشعرات بعد ما عملت شوية هايلايتس او شعرات عليها ضوء جوه الحواجب. هبدأ اني اشتغل بالبنسل بعد ما اختاره خالص. مش عارفة، انا طولت كتير كده وانا بختاره، بس اكلي هو حصل حاجات كتير. يعني الفيديو اصلا كان معدي ال60 دقيقة وانا اختصرته في المدة دي، فاتمنى ما كنتش طولت عليكم، وفي نفس الوقت تكونوا بتستفادوا من الستبس اللي موجودة جوه الفيديو. استخدمت البنسل وبيه بدأت ان انا اشتغل الحواجب. هنشوف الحواجب كلها بتفاصيلها تاني موجودة في العين التانية، ونفس الستبس اللي عملتها في العين الاولى هعملها في العين التانية. خليكم معايا. ونفس الخطوات زي ما قلنا، هنبدأ ان احنا بالاير براش نستخدمها في الاماكن الواسعة والضيقة حسب الحجم اللي احنا محتاجينه، وكمان الاوباسيتي او القوة او شدة الدرجة اللي احنا محتاجينها في كل مساحة. كمان الاير براش انا برفعها جدا، بخلي حجمها صغير قوي عشان تساعدني اني اعمل الخطوط الضيقة، زي مثلا تنيات الجفون او شوية من بعض التجاعيد اللي موجودة حوالين العين او في جفون العين. انا اكتشفت بقى ان القلم الرصاص هو احسن حاجة تديني التجاعيد اللي موجودة في جفون العين والتفاصيل اللي موجودة جوه بؤبؤ العين وكمان الرموش. هو الوحيد اللي بيديني نتيجة كويسة. ولو احتجت ان انا اخليه سوفت شوية بسيطة قوي، بخلي البلان تول على الخفيف خالص، اوباسيتي بتاعتها بسيطة جدا جدا، وابدأ اني ادمج فيها الخطوط دي بحيث ان انا احس ان هي انعم وابسط شوية، ما تكونش اكتر حدة. زي ما انتوا شايفين تانية الجفن عملتها بالاير براش، وكنت مصغرة حجمها قوي وخليتها فلير واضحة، بحيث ان انا لما اجي اشتغل على دمج البشرة نفسها ما ادمجش الخط بتاع الجفن كمان معايا. وهنا بدأت اكبر الحجم عشان ابدأ ادي تظليلات الجفن تاني، وارجع اشتغل على الهايلايتس.
هنا تقريبا انا مديتش ابيض خالص، مديتش اي اضاءة خالص في العين التانية، بس واضح كتير كتير التفاصيل بتاعة التجويف بتاعة العين، وتفاصيل الدخول بتاع العين من الزوايا كلها، والبروز بتاع عظمة الحاجب كمان، وكمان البروز بتاع كورة العين فوق وتحت في الجفنين اللي من فوق ومن تحت. تعالوا بقى ندي شوية هايلايتس كده بالاير بروش، وعلي الاوباسيتي بتاعتها، وادي شوية هايلايتس على مدمع العين، وادي بروز على جفن العين وهنا عند عظمة الحاجب، وابدأ اشتغل بلاند. البلاند تول كتبتلكوا اسمها، انا للأسف بنساه، بس كتبتلكوا اسمها في اول الفيديو، هي اللي في المربع اللي متحدد عليها سكوير كده في القايمة اللي في اليسار دي. بعد كده هرجع تاني للاير بروش، هدي شوية تفاصيل وادي عمق اكتر للحاجب، وادي كمان بالقلم الرصاص والاير بروش شوية تفاصيل عشان ابدأ اعمل ظلال الرموش قبل ما ارسم الرموش نفسها. وزي ما احنا بنشتغل في الرصاص والفحم هنعمل نفس الستبس، خليني اقول لكم عليها تاني. اني دايما بشتغل الهايلايتس واعمل الاضاءة زي ما بعمل في الرصاص، بعمل الاضاءة وبعمل كل تفاصيل التجاعيد والحاجات دي كلها، وفي الاخر خالص برسم الرموش. لو انا عايز ارسم الرموش واكون شغال فيها في نفس الوقت اللي انا بشتغل فيه على البشرة نفسها والجلد حوالين العين في الديجيتال ارت، انا ممكن استخدم اني طبقة تانية للرموش وابدأ اني ارسم عليها الرموش، وبعد كده في طبقات البشرة ابدأ اشتغل تاني زي ما انا عايزة. دي الفكرة بقى، كأني عاملة طبقة مختلفة خالص غير الرسم العادي، اني ما اقدرش مثلا اشتغل الرموش وبعد كده ابدا ادمج واشتغل في تفاصيل البشره فوق الرموش. لا، انا بعتبر الرموش هي اكتر جسم بارز في العين، فانا خلاص مش هقدر اشتغل بعد كده تاني، فبخليها اخر حاجه خالص. زي ما انتوا شايفين الاير بروش ناعمة خالص خالص، هبدأ اني ادي بيها ظلال الرموش، وبرضو هقلل في الاوباسيتي بتاعتي. في عندي طريقتين ان انا اتحكم في شدة اللون، اني اقلل في اوباسيتي البروش اللي انا بستخدمها، او اقلل في اوباسيتي الطبقة نفسها، يعني اختار اقف على الطبقة نفسها واضغط، هيديني اختيارات منها الاوباسيتي، ابدأ اقلل الجودة بتاعتها شوية فخليها اضعف واهدى. احلى حاجة بقى ان نفس الاير بروش لما بصغر حجمها بقدر اعمل لمسات صغنطوطة قوي زي اللي انا بشتغلها دلوقتي في نان العين نفسه، وابدا اشتغل على تفاصيل صغيرة خالص، لان لما بصغر الحجم بتساعدني اني اوصل لده. فطبعا ده موجود في برو كرييت وموجود في كذا تطبيق تاني، بس الاير بروش انا تقريبا اشتغلت بيها اغلب العيون، يعني اغلب السكتش كله اشتغلته تقريبا بالاير بروش، مع كمان الدمج ساعدني كتير قوي.
وهنا زي ما احنا كنا متفقين من شوية ان احنا نعمل شوية بلند للخطوط والتجاعيد اللي موجودة بالقلم اللي هو البنسل او البروش اللي هي البنسل، عشان اخلي التجاعيد بسيطة ما تبقاش هارد قوي فتحسسني بحدة زيادة عن اللزوم. قعدت ادور على طريقة مختلفة تانية تديني خطوط رفيعة، بس لقيت ان انا احسن حاجة تديني الخطوط اللي انا عايزاها هي القلم الرصاص او اللي هي البنسل بروش دي. وبعد كده استخدمت اللي هي الاير بروش برضو، بس هارد شوية ان هي تديني خطوط انحف شوية وتكون قوية. يعني كأني بستخدم اير بروش بجد، وبستخدمها يعني زي مثلا البروش الدوكو او كده، وبستخدمها بسمك انحف فتديني خطوط حادة ولون قوي واضح في المساحة اللي انا استخدمت عليها بالظبط. فده ساعدني كتير قوي. شوية بقى هايلايتس كده في البوب العين ونين العين كمان، وكمان شوية هايلايتس على الجفون من بره. وبالقلم الرصاص هعمل شوية تجاعيد بسيطة خالص حوالين العين فوق وتحت، وبعد كده هتبقى اللمسات الأخيرة. في برضو ستيب مهمة جدا ضروري اني اركز فيها، ان ضروري قوي اركز في النقلات اللي بين الغامق والفاتح جوه العين او جوه الرسم اللي انا برسمه. وده هيرجع للفينش اللي انا بستخدمه او بعمله في الاخر عشان اميك شور ان انا زي مثلا الفاصل بين نن العين هنا والجفن اللي تحت، الخطوط الرفيعة، التفاصيل البسيطة الصغيرة قوي عشان تنقلني لسكتش واقعي على قد ما اقدر، واحاول ان انا اكون وصلت للريفرنس بتاعي بس بتكنيكس الديجيتال ارت. التفاصيل دي مهمة في انها بتخلي الشغل يظهر في الاخر نظيف ومرتب. يعني ايه نظيف ومرتب؟ مش بس ان هو يكون واقعي على قد ما هو يكون يظهر قد ايه انت فنان من الاخر كده مركز في شغلك، تفاصيلك واضحة ومرتبة. آه كل الشغل مرتب، كل حاجة راجعة للريفرنس بتاعها، مش شغال حاجات من دماغك، وفي نفس الوقت ظابط نسب وحجم كل حاجة بالنسبة للتانية. العين يا جماعة ليها بصمة. فانا اول ما اشوف العيون دي ممكن اعرف دي عيون مين الشخص، مين يعني مين الشخص ده، خصوصا لو انا اعرفه. ف اول حاجة في البورتري بنركز فيها في العين، في البورتري هي العين اللي بتقول انا فعلا وصلت للشخصية اللي انا برسمها ولا لا. زي ما قلتلكوا برضو بالبنسل بلون ابيض، انا دلوقتي اشتغلت تجاعيد وشوية هايلايتس موجودة في الجفون فوق وتحت. واخيرا وليس اخرا، وبما انكم وصلتوا للمرحلة دي في الفيديو ان كنتم مسرعينه او حتى مخلينه على نفس المستوى السرعة بتاعه،
اتمنى ان انتوا تعملوا سبسكرايب، اتمنى ان انتوا تعملوا لايك وشير وشجعوني ارجع اشتغل تاني، وادعوني ان شاء الله يعني اتعافى وابقى كويسة عشان نرجع نعمل شير تاني ونشتغل لفيديوز اكتر ونشوف كل اللي انتوا كتبتوه. والله انا كتبته في الكومنتس بتاعتكم، انا كتبتها في النوت بوك بتاعتي وبجهز لها كونتنت مناسب جدا جدا عشان يوصل المعلومة بشكل مرتب ومظبوط.